معاك مهما كان وما تروح أي مكان، ولك من شاهد VIP شهر بالمجان. اشترك الآن. برنامج لقاء خاص. اليوم رح نقعد نحكي مع الأستاذ صالح الحاي بحوار إذاعي، برنامج لقاء خاص أو ما يسمى بالرحلة. هذا البرنامج هو عبارة عن برنامج ترفيهي. البرنامج نحن حابين نوصل من خلاله رسالة، يعني ممثل بحب يقدم رسالة من خلال هالبرنامج. الحياة تعبتنا كثير، ما ضل في أمل لشيء، الأمل دائما ميت، أصبحت حياتنا فارغة، يعني ولا شيء أبداً عم بيخليك تكمل أو تستمر. واحد اثنين، أنا مثلا بفيق الصبح مالي نفس لكمل شيء ولا أي إشي، بس عم كمل غصب عني، يعني ماني مبسوط، ما في بسط. مع الفنان الكبير صالح الحاي. مرحبا أستاذ صالح. أهلين، سلامات. يلا بس دقيقتين. يسعد أوقاتك أستاذ صالح. أهلين، يا مساء الخير. يسعد أوقاتك، رمضان كريم، ينعاد عليك بالصحة والعافية. كريم عليكم حبيبي وعلى المستمعين. الله يطولنا بعمرك أستاذ صالح. بداية بنحب نقول لك إن شاء الله هيك الله يديم عليك الصحة والعافية. شو عم بتتابع أعمال حاليا برمضان أستاذ صالح؟ والله حسب وصول الكهرباء أنا عم شوف العملين اللي أنا شاغل فيهم، صديقات قطط ونقطة انتهى. تمام. شو مشارك في شيء تاني تحضيرات هلا؟ عم شوف مسلسل التاج. تمام. وأحيانا إذا لحقت عم شوف شوي من أولاد ربيع. تمام أستاذ. شو رأيك حاليا بالدراما اليوم؟ في تحسن أم كيف بتشوف الدراما اليوم بهذا الوقت؟ والله بشكل عام يعني هالسنة في إنتاج، والإنتاج في منه كيف وفي منه يعني للفرجة للتسويق. تمام أستاذ صالح. بداية في سؤال حاليا رح نحكي عن مسلسل باب الحارة. مسلسل نعم. باب الحارة رح نشوفك بالموسم القادم إن شاء الله؟ والله لهلا ما قرروا يعني إنهم يعملوا باب حارة، وأنا برأيي إذا بدهم يعملوا باب حارة يعملوا ورشة تأليف، يعني من 3 مؤلفين مع بعض ويحطوا أفكار جديدة، ما نرجع نكرر حالنا بباب الحارة، لأنه مؤلف واحد بتضل أفكاره ضمن دائرة واحدة ما عم تطلع منها. وأنا برأيي إذا بده ينعمل باب الحارة يروحوا شوي للواقعية ويبعدوا عن المتخيل. يعني هو باب الحارة الحقيقة من بدايته كان 3/4 ما قدم فيه هو متخيل، وربع يعني في واقعية اللي هو علاقة الناس ببعضها، طيبتهم، محبتهم لبعض، قلبهم لبعض. هاي كانت نعم موجودة في دمشق، والناس كانت قلبها على بعضها، والحارة الوحدة هي بيت واحد كانت موجودة، وكان هي الإنسانيات يعني باردة. أما المتخيل الثاني هو اللي برأيهم إنه هذا المتخيل هو اللي سوق العمل الفني، يعني بتعرف عنصر التشويق دائما. أستاذ محمد قبن بتصريح سابق قال إنه رح نشهد عودة أبو عصام العقيد أو الشهاب، عدة فنانين للموسم 14، يعني موسم باب الحارة. أنت شو رأيك اليوم؟ حتى مثلا أستاذ صالح قلتوا إنه مات أبو عصام وأم عصام وتوفوا، فكيف أنت بتشوف اليوم هذا الشيء مثلا يعني شو رأيك أنت؟ يعني أنا بتصور إنه الأخ محمد قبن هو يتخيل الشيء اللي بده يعمله أو يقدمه، أما على الواقع يمكن ما يتحقق كلامه. إنه عودة الناس هي شيء ظريف إنهم يرجعوا ويعودوا كلهم في مجموعة فنانين كبار ومبدعين، يا سلام إنه والله يجتمعوا مع بعضهم. كل ما يلتقي فنانين مبدعين مع بعض كل ما بنضمن إنتاج عمل فني ناجح. بس أنا مثل ما قلت لك يعني إذا بدنا يرجع باب الحارة يرجع بشكل جديد، يعني يرجعوا للتوثيق. إذا بيرجعوا للتوثيق في حكاية كثيرة حقيقية حصلت بتاريخ البلد وممكن يقدموها، مو يتخيلوا بس، يعني يرجعوا للتوثيق. الكتب عم تحكي كل شيء عن دمشق وعن بلاد الشام،
إذا بدهم يرجعوا للواقعية، بيكون عمل درامي جميل مفيد. أما إذا بدنا نرجع للمتخيل بدون مواضيع مفيدة للمجتمع، يعني أنا ما بشوفها إيجابية. تمام أستاذ صالح، إن شاء الله هيك يا رب يكون عمل كويس وأفضل من الأجزاء السابقة. يعني هلأ باب الحارة كتير كويس، بس في أجزاء مثلا ما كانت شو رأيك اليوم عن سبب غياب الدراما، يعني غياب الكوميديا بالدراما السورية؟ الكوميديا صعبة، يعني العمل الكوميدي عمل منسرد، عم نشوف اليوم ما كان بيقدر يعني. عم نشوف اليوم غايبة. غاب لأنه اللي بيمثلوا كوميديا كلهم مشغولين بأدوار ثانية وميالة للدراما أكثر من الكوميديا. مشان هيك غابت الأعمال هي. طبعا الكوميديا كمان مطلوبة مثل ما مطلوبة الأعمال الجادة، بس أنا برأيي هي الأعمال الشامية لازم نخصصها حاجة. صار كثير صعيب برا بالنسبة للعالم العربي يشوفوا رمضان من خلال الأعمال هي. برا بيحبوا الشام وبيحبوا أهل الشام وبيحبوا يشوفونا بالشام. إيه بس نحن الإكثار والتكرار معك مقبول. يعني هالسنة كمان في أعمال شامية يعني مكررة، وكأنه هي نفس حكاية باب الحارة، من الحرامي اللي نزل على البيت ومين الحرامي ودوروا على الحرامي. ايه ونفس المواقف يلي هذا مسكين اعطوه، هي مسكينه اعطوها. يعني تكرار. الفرنسيين فوتوا فتشوا البيت ودوروا البيت على اسلحه، يعني شيء عم بيتكرر. مالية الاعمال الشاميه حلوه، وخاصه لنا نحن يعني كسوريين. هلا اغلب السوريين ما عم بيتابعوا شامي، الشامي عم يتابع برا بالخليج العربي حابينه، وبيعتبروا ما في رمضان إذا ما في عمل شامي. فرنسا لازم تقدم اعتذار إن احتلت سوريا، شو رأيك مع المقولة؟ إيه طبعا يعني هم دخلوا لوطن مو وطنهم واحتلوا وطن. على قد ما مطلوب منهم يعتذروا يقدموا لنا اعتذار عن دخولهم واحتلالهم لبلدنا. تمام أستاذ صالح، إن شاء الله نشوفك. هذا بيتحقق، هذا كلام إن شاء الله نرجو مع الأجيال القادمة اللي صار. إن شاء الله. بتحب تضيف شيء أستاذ صالح قبل ما نختم؟ اللي بضيفه إني أتمنى للناس بهالأيام الصعبة الله يحقق لمتطلباتها، ويكون مادة غير مادة تقدر تقاوم الغلاء هذا اللي حاصل في بلدنا، وتتوفر المواد. يعني نحن هلا محرومين من الكهرباء 7 ساعات لاجتنا الكهرباء، وبتنقطع 7 ثانية وما بنشوف الكهرباء وال24 ساعة وال4 ساعات. هاي معاناة الحقيقة، واصبحت الحياة عبارة عن كابوس علينا، يعني كابوس ما عاد فيها لذة. الحياة صارت صعبة كثير. راح ابني جاب كيلو بصل ب 12,000 ليرة، يعني بتصدق انه البصل 5 بصلات ب 12,000 ليرة. يعني اللي قادر وبإيده ما قدر يشتري هالكيلو البصل، بس اللي راتبه 200,000 ولا 250,000 يا ترى قادر يطعم عائلته. يعني أنا أتمنى بهالأيام الفضيلة رب العالمين يفرج عنا وعن الناس، وتكون في حلول لهالحالة الصعبة. إن شاء الله يا رب. في أنا كمان نقطة اليوم كنت عم بحكي عليها، ولو بدنا ننتقل عليكم. مثلا عم نحكي اليوم على واقع الشباب، كنا عم نناقش مع أستاذ أيمن بهنوسي. مثلا الشباب 3/4 سافرت، ضل ربع. الشباب نصها هون عم بتدوب مثل الشمعة. إن شاء الله يا رب هيك الله يفرجها على البلد ويكون بكرة أحسن. امين يا رب. يعني الشباب اليوم غير قادرين على انهم يتزوجوا، عم بيكبروا وغير قادرين على انه يحققوا الحياه الطبيعيه اللي رب العالمين يعني حطهم فيها. طبعا نحن بنتمنى الفرج يعني لهالبلد، والله هيك يريح الناس. وانا كل يوم بدعي لرب العالمين انه الله يفرجها عنا ويسهل امورنا ويبعد عنا اي شر.
ويكتب لنا الأمان والسلام يا حبيبي. الله يطول بعمرك وتبقى بخير أستاذ صالح، نورتنا وكل التقدير لك. الله يبارك فيك، وأتمنى للدراما السورية ولزملائنا الفنانين مزيد من التألق والانتشار. والحقيقة نحن قادرين، يعني نحن سوريا معروفة بثقافتها وبفنانينا، ونحن قادرين على أنه نقدم أعمال حلوة وأعمال جميلة، وإن شاء الله نلاقي جهات إنتاج عندها هذا الوعي، لأنه نحن نقدم الأفضل والأحسن. إن شاء الله بتمنى النجاح لدرامانا، والله يبعث لنا الفرص الفنية، وإلي بالذات لأني لسه أقدم ما عندي. لسه أنا يعني رغم وصولي إلى عمر كبرت فيه، بس أنا ما قدمت اللي عندي لجمهوري. إن شاء الله يا رب نشوفك دائما بالمكان اللي أنت بتتمناه وبتضلك مميز. إن شاء الله حبيبي، الله يديم الصحة والعافية ويعطينا العمر الطويل. أفضل لك حبيبي، الله يوفقك، وإن شاء الله تقدر تحقق كل أمنياتك وأحلامك. كل التقدير. سلامات. شاهد وبدون اشتراك.